في قصة سمعتها من حضرتك عن الوالد الله يرحمه. رحمة الله عليه عندما مرض وذهب إلى مصر، نعم. لو تقصها علينا أيضا فضيلة الشيخ. نعم، نعم. يعني كنا أخذناه إلى مصر للعلاج، وكان في حالة إغماء. إمم، ومن العجيب أنه في حالة إغماء إمم، مش موجود، ها، غيبوبة. غيبوبة. إمم، أقرأ القرآن عنده فيأتي عندي خطأ أو كذا، أو حتى في الرواية يصحح لي. يا سبحان الملك. ولما استيقظ من غيبوبته بعد يمكن سنة أو أكثر، كان نعم، في غيبوبة، نعم، فاستيقظ إمم، وشفاه الله سبحان الله. وعافاه الله. ولا نحسبها إلا كرامة القرآن، والله الذي لا إله إلا. نعم، الطبيب في لأن مصر قال لكم لا فائدة. الأطباء والله ضحك علي الدكتور المصري، آه. قال لي: أنت جايبه هنا عشان تدفنه عند سيدنا الحسين والّا إيه؟ قال لي هكذا. سبحان الله. قلت له: لأ. قال لي: ده أنت جايبه ميت، يا سبحان الله. ده أسبوع والّا أسبوعين وخلاص، الحق به بالطيارة. وأخذناه. والأطباء كان في الصومال، والأطباء في الصومال أيضًا قالوا هكذا نفس الكلام. نعم، ويكون في غيبوبة لمدة سنة، ويشفيه الله من كل الأمراض التي كانت عنده يا كأن سبحان لم الله. يكن به، يا ويعيش بعدها يمكن 7 والّا 8 سنوات. سبحان الملك. آه. المهم القصة هنا إمم، أن بعد سنة أو أكثر من غيبوبته، نعم، لما رجع إلى حاله لا يغيب عنه حرف من كلام الله، يا سبحان ولا الله. حتى الروايات، يا ولا سبحان حتى القراءات. سبحان يا الله. سبحان الله. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من صاحب القرآن، والدي رحمة الله عليه كان ورده اليومي مش في رمضان، نعم، ورده اليومي كان 10 أجزاء يختم في كل 3 أيام. نعم، وأنا ما لما شاء الله. رجعت إلى الصومال في إجازة وأنا كنت في الأزهر، نعم، وسألني: كم تختم؟ فقلت: 7 أيام. فنهرني، كنت أظن أنه سيفرح بي. إمم، قال: 7 أيام؟ إيش عندك أنت أولاد والّا زوجة والّا عيال؟ لا إله إلا الله. قال: أتفهم معنى هذا الكلام؟ تمر بك كل آية في الأسبوع مرة واحدة، مرة واحدة. يا سبحان الملك. فيعني أهل القرآن يعني كرمهم الله.